السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. النهاردة في حلقة النهاردة هتبقى حلقة صغيرة إن شاء الله. هنتكلم فيها على مشروع بريرا وثورة الحكام اللي راحوا اتحاد الكورة يوم الأربعاء للاعتراض على مشروع بريرا، وهنناقش برضو إيه تداعيات الموقف وإيه هو السبب في ثورة هؤلاء الحكام، هل معهم حق ولا معهمش حق. وفي نفس الوقت برضو أنا بقول إن دور اللجان الفرعية كان دور سلبي الفترة اللي فاتت، هو اللي أدى إلى تفاقم هذه الأمور. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني وهنتكلم على ثورة الحكام ضد بريرا رئيس لجنة الحكام، فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي. طبعا اتجه بعض من الحكام والمساعدين إلى مقر اتحاد الكورة للاعتراض على مشروع فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام. المشروع ده زي ما احنا قلنا اللي هو صنف الحكام من C1 وسي 1 ديفلوبمنت وسي 2 وسي 3 وسي 4 سي 5 وسي 6 وسي جي اللي هم زي الكي جي، يعني اللي هم الحكام المبتدئين. وقلنا ان من اول سي 1 لغايه سي 3 ده هيبقى تابع لجنه الحكام الرئيسيه واتحاد الكوره، انما من اول سي 4 لغايه سي جي ده تابع للجنه الحكام الفرعيه، او بالاخص منطقه الكوره في كل محافظه. طبعا مشروع بريرا الحكام راحت اعترضت لان المشروع ده بالظبط دمر. احنا قلنا 1200 في الحلقه اللي فاتت، هو 1200 كتوتال، انما ما لا يقل عن 250 حكم ومساعد كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز. في ناس عاوز اقول لكم كانت بتحكم في الدوري الممتاز من 2014، يعني داخلين في 10 سنين و11 سنه، لقوا نفسهم كده بقدره قادر ان هم مش هيحكموا في الدوري الممتاز تاني، بل بالعكس ده في ناس كمان مش هيحكموا في دوري المحترفين. يعني في ناس كمان من اللي كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز مش لاقيين لهم مكان في دوري المحترفين. زي ما انتم عارفين ان احنا طبعا اختار سي 1 اللي هو الفئه الاولى اللي هي شامله الدوليين وبعض الحكام، 36 حكم ساحه و22 و52 مساعد. طيب لما نيجي نلقي نظره على ال 36 حكم ساحه و52 مساعد، هنلاقي ان في حكام كتيره اتظلمت في مجامله بنسبه، يعني ال 36 حكم ساحه دول فيهم ما لا يقل عن 16 حكم ساحه فيهم مجامله، بدون ذكر اسماء لانهم برضو اصحابنا وحكام زملائنا. انا بقول من ال 36 حكم ما لا يقل عن 16 حكم فيهم شبهه مجامله كبيره جدا جدا. طبعا زي ما انتم عارفين ما بين ابناء عاملين، ما بين اقارب، ما بين اصدقاء، ما بين هيئات، يعني ناس متوصيه من هيئات كبيره، يعني 16 حكم فيهم مجامله. لما تيجي تشوفهم تاريخهم التحكيمي هتلاقي اقصى واحد فيهم حكم بالكتير قوي 6 7 ماتشات في الدوري الممتاز. ده في حكم محكم بتهيألي 4 ماتشات او 5 ماتشات. يعني واحد زي اسامه اسماعيل اسامه اسماعيل ده بيحكم في الدوري الممتاز من 7 8 سنين، ومحكم مش اقل من 40 ماتش في الدوري الممتاز، ومش موجود في التصنيف. تعالى في المساعدين، واحد زي محمود رضا من منطقه الدقهليه، ده حكم مساعد برضو من عايز اقول من 2014 او 2015 بيلعب في الدوري الممتاز. بل بالعكس ده هو كمان راح دوره كان تابع للاتحاد الاوروبي مع احمد الغندور، راح معاه دوره في سويسرا تابع للاتحاد الاوروبي. عندنا برضو في المنصوره واحد اسمه احمد ابو زيد مساعد، حكم ده بيحكم من 2014 وسنه كام سنه دلوقتي؟ 36، يعني من 9 سنين، يعني من هو عنده 25 سنه بيحكم في الدوري الممتاز، لا هو في السي 1 ولا في السي 2. عندنا احمد شاهين من الشرقيه، المشكله ان الحكام دي حكمت في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، يعني احمد شاهين حكم في الدوري الممتاز. عندنا احمد الكيان منطقه السويس بيحكم برضه بقاله 8 سنين في الدوري الممتاز، وحكم ما لا يقل عن 30 40 ماتش في الدوري الممتاز. لقى نفسه في دوري المحترفين، لا مش في دوري المحترفين، ده سي 2، يعني في الممتاز به اللي هو درجه ثالثه، درجه الثالثه. هو بيقول على الممتاز به بس احنا بنقول عليه درجه ثالثه، لان لا فئه اولى ولا فئه ثانيه. تمام. مين تاني؟ عندنا مثلا
حكام ساحه مثلا زي صبري ابراهيم، انا مش عارف اذا كان بطل السنه بس انا ما اظن ما بطلش. عندنا مثلا حكام قتل طموحهم زي احمد ناصر. احمد ناصر ده من منطقه السويس، حكم السنه دي ما لا يقل عن 3 ماتشات في الدوري الممتاز، وكان طموحه اللي هو يستمر، برضه ما لقاش نفسه. ده ما بالك بقى ان في حكام كتير يا عيني شباب وصغيرين في السن كانوا مستنيين ياخدوا رخصه ملعب، زي محمد طارق من اسكندريه، من الحكام الموهوبين. اهو ده متهيألي ده هيعتزل التحكيم، لان ده اصلا معهوش رخصه ملعب. تمام. مين تاني؟ خالد رمضان مساعد. بلاش خالد رمضان، عندنا فخري، ايهاب فخري من منطقه القاهره، ده مدينه في الاخر اسابيع يعني حكم اعلى ماتشات اللي هي اعلى درجه صعوبه اللي هي الاهلي والزمالك، واخد ماتش في نهايه الدوري السنه اللي فاتت للاهلي. يعني ايهاب فخري ده بيحكم في الدوري الممتاز بقى من 12 13 سنه. تمام. فطبعا ليهم حق، كل الحق في الاعتراض على هذا التصنيف المجحف. عاوز اقول ان قدروا هم يشقوا صف الحكام. طبعا الحكام كل واحد لقى نفسه في التصنيف الاول، قال لك يا عم انا ماليش دعوه. طب انا بقول لاخوات الحكام، انتوا للاسف ساهمتوا بنسبه كبيره قوي في ظلم زملائكم اللي كانوا بيحكموا معاكم في الدوري الممتاز. يعني انا موقف صعب طبعا، الله يكون في عونكم، بس انا كان رايي كنت اتخذتوا كلكم موقف لا زينا، لان ممكن هيحصل لكم كده السنه الجايه ومش هتلاقوا حد يقف جنبكم. تمام. احنا قلنا طبعا المساعدين برضو ما لا يقل عن 22 حكم فيهم نسبه مجامله، فطبعا معاهم حق قلبا وقالبا. وندائي للجنه الحكام، انا بقول لكم الامور هتتفاقم، والحكام هينزلوا مره ثانيه وثالثه، وفي يعني ممكن ما يغادروش الاتحاد خالص. طبعا الحكام دي وطنيين وبيحبوا بلدهم، ولا يعني ما فيش اي نسبه اللي هم ضد الوطن خالص. ولو على حساب حياتهم وعلى حساب مصلحتهم ولقوا الوطن ممكن يتضر باي حاجه، هياخدوا بعضهم ومش هيكملوا ويقبلوا بالظلم. فعشان ما حدش تاجر بالكلام او حد تاجر بالناس ديت، الناس دي حكام شرفاء يبحثون عن حقوقهم فقط، ليس لهم اي غرض من اي نوع. حكام شرفاء، حكام وطنيين بيبحثوا عن حقوقهم فقط، واذا لم ياخذوا حقوقهم وكان في ضرر على البلاد سوف ينسحبون فورا، عشان ما حدش تاجر بالناس ديت. الناس دي مظلومه، وبناشد المسؤولين وبناشد وزير الشباب وبناشد كبار المسؤولين في الدوله، الحكام دي اقعدوا معاهم هتلاقوهم مظلومين فعلا، مظلومين ظلم باين. طبعا خش بقى على اللجان الفرعيه، انتوا السبب في ظلم اولادكم، دوركم السلبي. وبقول بناشد اللجان الفرعيه، انتوا سبب رئيسي في ظلم اولادكم الحكام، لان كنتوا عارفين المشروع ده من بدري وما اعترضتوش عليه. والمفترض ان انتوا كلكم تقدموا استقالتكم اعتراضا على هذا الجريره. لابد من رؤساء اللجان الفرعيه وكل اللجان الفرعيه يقدموا استقالتهم فورا. انتوا واخدين منها ايه؟ حكامكم ولادكم بيتظلموا، ولادكم اللي تعبانين وشقيانين وبيضحوا بفلوس بيتهم كده اهو، يعني نفقات المنزل بياخدوها عشان يسافروا بيها عشان يخلصوا ماتشات. حرام عليكم، اتقوا ربنا، استقيموا يرحمكم الله في اولادكم الحكام. ده نداء اللجان الفرعيه، بل بالعكس ده في لجان فرعيه لجان فرعيه يعني مش عايز اقول متواطئه، انما بتساهم في نشر الظلم، بتناشد الحكام ان ما حدش ينزل يعترض. ونبدا الموسم ازاي؟ لما حكم كان بيحكم في الدوري الممتاز لقى نفسه بيحكم درجه ثالثه. فده يعني دور اللجان الفرعيه. انا هواجه كلام لكام واحد من اللجنه الرئاسيه على السريع كده. هنتكلم كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه. انا بقول انا مش بتكلم الناس دي كل الاحترام والتقدير، وناس عاوز اقول يعني براء الذمه. الناس دي ناس يعني عاوز اقول محترمين. انا مش بتكلم على كده، انا بنتقد اسلوب اداره، وبقول للكابتن فاروق لو ابو الهول نطق انت مش هتنطق، لانك انت شايف الظلم بعينيك. وعاوز اقول كمان حاجه يا جماعه، في حكام اللي راح الاتحاد اتساوموا، قالوا لهم ما تروحوش وهنرجعكم للفئه الاولى. يعني الكلام ممكن، انما الحكام طلعوا رجاله ورفضوا، قال لك لا احنا ما نسيبش حكامنا التانيين يتظلموا. دي حكام رجاله صح، والله العظيم اقسم بالله حكام اتساوموا اللي هم ما يعترضوش على المشروع ده في سبيل انهم يرجعوا لاماكنهم في الدوري الممتاز. وهؤلاء الحكام الشجعان رفضوا جميعا انهم
يسيبوا حقوق زمايلهم باقي الزملاء. فكابتن محمد فاروق لما كان بيحكم يقول لك الله هو العدل، احنا بنحقق العداله في الملعب. طب فين العدل هنا في الحكام اللي اتظلمت دي؟ ازاي تقبل ان الحكام دي اتظلمت؟ بس انا بقول ده دور سلبي، وبقول اهم حاجه عنده الكرسي، اهم حاجه عنده الكرسي، ترضاها على نفسك. للاسف لو ابو الهول اتكلم انت هتتكلم، انما انت شايف الظلم بنفسك وكل حاجه تتكلم. مش انا هو اللي اختار الاسامي. ما انت بتعمل ايه؟ دكتور احمد الساهر انت اتظلمت لما خرجوه من القائمه الدوليه. انا عارف ان انت لسه ماسك جديد، انا لو مكانك اقسم بالله، لان انا عارف ان انت راجل نظيف، انا لو مكانك احاول ان انا الغي المشروع دوت. لما اتلغاش استقالت اهي، واكتب استقاله مسببه ان انت مش هتتسبب ان انت تكون سبب في ظلم زملائك الحكام. كابتن احمد الجرحي اللي انا اعلم جيدا، انا ما اتعاملتش معاه بس السيره بتسبقه ان هو من الناس المحترمه اللي اتظلمت برضه ولا تقبل الظلم. ازاي يا كابتن احمد الجرحي تقبل على نفسك تكون شريك ان انت تظلم 1200 حكم، منهم 250 او 300 حكم كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز؟ انا لو مكانك احاول واحارب ان انا الغي المشروع ده فورا في خلال اسبوع، واذا لم يلغى اقدم استقالتي. كابتن سعيد عبد الغفار الحكم الدولي في الصالات، انا اعلمه جيدا، رجل ذو شخصيه يعني بصراحه جدع جدا وطيب جدا. ازاي تقبل يا ابن اسكندريه بلد الجدعان والشهامه، ازاي تقبل ان انت تكون شريك اساسي في ظلم هؤلاء الحكام؟ انا بناشد الثلاثه دول، بقول لهم ان الحكام دول امانه في رقبتكم، حط دماغكم على المخده، لو عرفتوا تناموا والحكام دي مظلومه وحطوا مكانكم والله العظيم اقسم بالله ما هتناموا، بل بالعكس هنرفع لكم القبعه وهتبقوا من الناس اللي هم الرجاله لو خدتوا موقف. كابتن طبعا القاضي طبعا هو حقق غرضه، خلاص هو مبسوط لان الناس اللي على هواه موجوده، مش بدون ذكر اسماء لان برضه احنا مش هنقول اسماء لان دول زملاء. كابتن حمدي القاضي الموضوع على هواه لان طبعا الناس كلها اللي هو كان بيدور عليها موجوده بدون يعني تفاصيل. انا بوجه نداء للكابتن فاروق ما تقلقش، حماده ان شاء الله هيخش القائمه الدوليه، حماده هيخش القائمه الدوليه عشان يرضيك حضرتك والناس اللي في بتوع مجلس اداره الاتحاد. حماده هيخش القائمه الدوليه مكان مين بقى؟ احسن حكم في مصر في اخر 3 مواسم، محمد عادل. حماده هيخش مكان محمد عادل، وهتحقق غرضك يا كابتن فاروق اللي انت جاي علشانه، واللي انت بتساهم، واللي انت قابل تظلم مئات من الحكام عشان خاطر الكرسي وعشان خاطر حماده. طبعا باقي اللجنه انا بعتذر ان انا ما اعرفهمش بصراحه، فيهم كابتن مهند ضبا من الناس المحترمين جدا، وانا واثق ان كابتن مهند ضبا من جواه غير راضي عن هذا التصنيف، ولكن هذا الرجل من سوريا الشقيقه ورجل محترم جدا وانا اتعاملت معاه كتير، فطبعا انا ما اقدرش اتكلم عليه لان انا ما اعرفش هل هو موافق ولا مش موافق، ولكن بتمنى له التوفيق في قاعد لجنه. استقيموا يرحمكم الله. دي كانت حلقه صفاره العميد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.